بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله. عندنا النهاردة يا جماعة طريقة لتتبيلة السمك المشوي أو السمك المقلي. تتبيلة رائعة جدا جدا، وإن شاء الله تبهركم. إن شاء الله الطريقة دي أو الوصفة دي احتمال تكون آخر وصفة بالنسبة لي في سنة 2023. كل عام وانتم خير وسعادة. بمناسبة قدوم عام 2024، وبمناسبة العام الميلادي الجديد. كل سنة وكل الإخوة المسيحيين وكل العالم بخير. احتفالات رأس السنة طبعا جميلة جدا. كل عام وانتم بخير. بصوا يا جماعة، أهم حاجة في السمك طبعا أنا بعد ما غسلته بالدقيق عشان تروح ريحة الزفارة منه. طبعا عنده الليمون والكزبرة الخضراء والكمون، وعندي شوية هريسة والثوم والتتبيلة دي. وهقول لكم أنا هعدي على السمك 5 مرات في التتبيلة يا جماعة. التتبيلة دي مختلفة لأني هعدي على كل سمكة 5 مرات. بتبلها 5 مرات. أهم حاجة طريقة التتبيلة نفسها هي اللي هتخلي معاك السمك طعمه جميل جدا. ومش هتخلي عندك تشم ريحة زفارة، وهتاكلي سمك رائع رائع جميل إن شاء الله يبهركم. أتمنى إن الفيديو يكون إن شاء الله يعجبكم. تابعوا معايا بس الخطوات اللي احنا هنتبل بها السمك عشان السمك يطلع عندك متبل وفوق الرائع، ومفهوش تكة غلطة ولا اي غلطة ولا احتمال للفشل. اولا السمك هتقولي لي هو السمك محتاج ان حد يعمل فيديو عليه. يعني يا جماعة بصوا، في تكات كده بتفرق من ست لست. التكة هي اللي بتخلي الطعم مزز، والتكة دي اللي بتفرق من واحدة لواحدة. انتي بتاكلي نفس الأكل عند نفس الناس، حاطين نفس المكونات، بس تكات بسيطة هي اللي بتفرق في لذاذة الأكل، وبتفرق في الريحة والنكهة بتاعة الأكل. فأنا أول حاجة طبعا عديت على السمك بالليمون، بعد كده بالكمون، وحطله شوية ملح. أهم حاجة السمك والكمون يا جماعة. فدي التكة التانية. يبقى أنا عديت عليه أول مرة بالليمون، بعد كده هتبله كويس خالص، وأتأكد إن هو الملح من أهم الحاجات يا جماعة في السمك. لو انتي قلتيه أو شويتيه نقص ملح، مهما عملتي له بعد ما يتقلي أو يتشوي، خلاص هو بيتشرب الملح، وبيبقى طعمه واضح جدا إن هو مش حلو يعني. فأهم حاجة إنك انتي ياخد كفايته من الملح. بعد كده الخطوة التالتة أو اللفة التالتة اللي بلفها على كل سمكة، لازم أتبله بالثوم يا جماعة، الثوم المفروم. فدي الخطوة التكة التالتة اللي أنا بلف بيها على السمك. أنا يعني هنا في سمك حي وفي سمك متقطع. السمك متقطع ده هيبقى للشوي، فأنا هخزنه إن شاء الله. أما الحي ده يعني للشوي يا جماعة. فبصوا يا جماعة، دي الخطوة اللي قلنا التالتة. بعد ما تبله كويس خالص بالثوم، هوريكم هنعمل ايه في الخطوات اللي جايه عشان يبقى عندك سمك. بص هنا انا نزلت بالهريسه. الهريسه دي انا مخزناها في الديب فريزر، مطرح ما بحتاجها للسمك للمشويات يعني. بتبقى طعمه جدا في الاسماك والمشويات. جربوها تعجبكم خالص. فبلف بها السمك. ودي الخطوة الرابعة في تتبيلة السمك. بعدي عليه بالهريسة، بتبله، بتديله ريحة وطعم حلو قوي برضو. سمكاية سمكاية، وبتأكد ان كل السمك عديت عليه بقى. الخطوة الخامسة هتكون ايه ان شاء الله. بصوا يا جماعة، انا يعني مقطعة شرايح من الطماطم والكزبرة. فبحط الكزبرة ودي الخطوة الخامسة. بحط الطماطم والكزبرة في السمك زي ما انتم شايفين كده. كده السمك وصل للتتبيلة بتاعته، هي هتبقى روعة، وريحته هتشميها على بعد كيلو ان شاء الله بإذن الله يعني. بصوا كده هنحشيه كويس كل السمك. اما بقى اللي هيتقلي مش هنحط فيه الكزبرة والطماطم. بحضر انا طبعا كل الكمية اللي عندي. بصوا يا جماعة، طبعا انتي هنا لو رحت اشتريت السمكات دول من بره هتشتريهم بمشوي. السمك مشوي يمكن بالشيء الفلاني. طب ما احنا هنشويه في الفرن عندنا في البيت وبإمكانيات او اقل،
ونوفر الفلوس اللي احنا هنشتري بيها السمك المشوي من بره او نشتريه جاهز، هنعمله احلى من بره ان شاء الله. بصوا يا جماعه، انا الصينيه اللي بشوي فيها بحط عليها شويه حبه زيت صغيره كده عشان بس السمك ما يلزقش فيها، وبدهنها دهنه كويس. ممكن تنزليه زي ما هو كده. انا هنزله في الرده الاول يا جماعه وهقفله. ليه هنزله في الرده؟ انا بحبه يكون ناشف من بره وطري من جوه يا جماعه، بحب السمك بالشكل ده. لكن انت ممكن تسيبيه زي ما هو مفروض كده وتحطيه في الفرن ومش هيحتاج تقليب. لكن انا بص كده بنزله في الرد كده مقفول وبيستوي بهذا الشكل. وبعد كده ايه يا جماعه، بيبقى جوسي شويه من جوه ومقرمش من بره، فبيبقى طعمه لذيذ. انتي عايزه تنزليه زي ما هو كده في الصينيه، حطيه مفروض كده ودخليه الفرن، هياخد 10 دقايق معاك وهيستوي من ناحيتين، من تحت ومن فوق. الطريقه دي يا جماعه تخلي معاك السمك تحفه جدا، وما هتبطلي ابدا تقليه. دايما هتاكليه مشوي بهذه الطريقه. احنا الاولاد بنحبوه بالرده يعني صراحه، يعني وبندخله الفرن كده. هوريكم شكله بعد ما يدخل الفرن هيبقى شكله ازاي. هقلل كمان الكميه اللي في الصينيه لان كده حطيت كميه كتيره. بصوا ادي السمك يا جماعه طالع يعني طعم بشكل رهيب. طبعا حطيت انا الطحينه، جهزت الطحينه والرز بصوا السمك شكله جميل خرافي ازاي. انا فتحته لكم عشان تشوفوه من جوه، يعني خرافه. والريحه والله الريحه على بعد يا جماعه، تشميه على بعد كيلو ان شاء الله. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. يا ريت تدخلوا على قناتي وتعملوا اشتراك ولايك عشان تشوفوا كل ما هو جديد ومفيد ليك ولأسرتك، وتشوفي كل ما هو يوفر عليك ميزانيتك واقتصاد منزلك. أتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك. دمتم في رعاية الله وأمنه وأمانته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.